بعد ما نزّلت المشروع عملت له run وعدّلت فيه كتير جدًا، طلع بالشكل الجامد ده صراحةً، بعد ما غيّرت الألوان وبعض الحاجات كده وضِفت حاجات كده هو ما كانش عاملها كويس كbusiness logic صراحةً على أعلى مستوى، قدرت ممكن أكون قادر إن أنا أعتمد عليه بعد كده كتغذية بصرية أو إن أنا حتى أبني منه. السلام عليكم ورحمة الله. كنت قاعد كده في مرّة وقُلت أمّا عايز أجرّب تطبيق معيّن يعني كده جِه في دماغي، قُلت أشوف AI هيعمل لي إيه فيه، وخاصةً مع المواقع الجديدة اللي هي بتvibe coding على طول، بتدّيني فكرة معيّنة وشكل معيّن عن المشاريع، ممكن تفيدني أنا في شغلي، تعمل لي تغذية بصرية لهوية معيّنة ممكن هو يكون شايفها كويس لمشروع معيّن، فجالي فكرة مشروع معيّن، رُحت داخل قُلت أنا عايز إن أنا أعمل المشروع ده، أشوف الAI هيعمل لي إيه في المشروع ده، وهيطلّع لي product أو تطبيق عامل إزاي، وفعلًا بدأت وقُلت أمّا أدخل على ChatGPT وأعمل prompt كويس جدًا، أخلّيه يعمل لي prompt كويس جدًا، 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 عشان أدّيه للموقع الvibe coding أو هينفّذ المشروع، هاشوف هيطلّع لي في الآخر منتج عامل إزاي، وفعلًا كان عندي أصلًا prompt قوي جدًا لe-commerce من قبل كده، دخلت فعلًا قُلت له أنا عايز prompt زي ده للمشروع اللي أنا عايزه، والمشروع كان هو مزوّد خدمات منزلية، هو إنك أنت لو عندك مشكلة في بيتك هي منصة خدمات منزلية ذكية جدًا، بتدخل على الapplication ده وبتطلب أو بتطلب مزوّد خدمة يحل لك المشكلة، وبيوصل لك المفروض لحد بيتك وكده يعني، سيبها ككهربا، تكييف، مش عارف إيه. فأنا قُلت أنا عايز أجرّب الAI هيعمل إيه ويطلّع حاجة إزاي، هل أقدر أستفيد منها، هل أقدر إن أنا بعد كده باعتمد عليها، أقدر أغيّر فيها وأبدأ منها شغل، كده يعني، ممكن أعمل تغذية بصرية وهكذا. فعلًا رُحت عطيت له الprompt الأساسي بتاع الe-commerce لإن هو كنت كاتب فيه حاجات كتير جدًا، وكنت قايل له الprompt ده فيه إيه بالضبط، ففعلًا راح عطى لي prompt قوي جدًا المفروض إن للمشروع اللي هو منصة خدمات منزلية ذكية، رُحت واخد الprompt كده أهو، صراحةً كبير جدًا الprompt، وفي الآخر خالص أخدت copy الprompt وبعد كده رُحت على الموقع اللي إحنا لسه هنجربه اليوم وهو rocket.new. صراحةً الموقع ده أنا اشتغلت عليه من قبل، ولكن كنت حابب إن أنا أشوف التجربة بتاعته اتحدثت وضافوا حاجات كتير جامدة جدًا، فقُلت أمّا أجرّب سجّلت دخول فيه ودخلت وفعلًا عطيته الprompt قُلت له I want you to act as senior product designer. قُلت له: "أنت مصمم محترف جدًا، صمم لي مشروع بflutter." وفعلًا أعطيته الprompt خلاص وبدأ يشتغل، أخد من حوالي تقريبًا يعني 10 دقايق، لأنه عمل شغل كتير جدًا. ففي الأول سألني قال لي: "تستخدم template أصلًا المشروع ده عندي، تستخدم template؟" قُلت له: "لأ، أنا مش هاستخدم أي template خالص." وبدأ فعلًا يشتغل وفي الآخر طلّع لي الproduct. طبعًا كان في أخطاء كتير جدًا، جدًا، قُلت له بعد كده كتبت له prompt تاني، فراح اشتغل وعدّل وبعد كده جيت أكتب prompt تاني ولكن للأسف الcredits بتاعتي خلصت خلاص. قُلت خلاص أنا هانزّل المشروع عندي وأبدأ إن أنا أشتغل عليه وأشوف النتيجة بتاعته إيه. فعلًا رُحت منزّل المشروع من code وعملت تحميل للمشروع خلاص. بعد ما نزّلت المشروع عملت له run وعدّلت فيه كتير جدًا، طلع بالشكل الجامد ده صراحةً، بعد ما غيّرت الألوان وبعض الحاجات كده وضِفت حاجات كده هو ما كانش عاملها كويس كbusiness logic صراحةً على أعلى مستوى، قدرت ممكن أكون قادر إن أنا أعتمد عليه بعد كده كتغذية بصرية أو إن أنا حتى أبني منه، أعمل له بعض الrefactors وأبدأ منه إن أنا أشتغل على لعميل تاني أو كده، أو لو عميل جالي أصلًا عايز المشروع ده أقدر إن أنا إيه، أشتغل في المشروع ده direct على طول عن طريق بعض الrefactors للكود وأقدر إن أنا أشتغل منه. صراحةً النتيجة كانت إنك أنت تقدر تبني عليها، ولكن لا يُعتمد عليها بشكل كبير صراحةً. أنت قادر إنك أنت تشوف النتيجة قبل وبعد. خلّيني أوريكم النتيجة برضه قبل وبعد، يعني هنا أهو preview دي النتيجة بتاعته، دي مقارنةً بالنتيجة اللي هو أنا عدّلت فيها شوية في الألوان، وكمان كانت في حاجات كده كانت بايظة مثلًا هو عدّل فيها شوية، يعني مثلًا كان هنا تدخل بعد ما تعمل حجز، أنا هنا مثلًا تعمل حجز، احجز الآن، فأنت بعد الحجز هنا مثلًا بيدخّلك إنك أنت تطلب خدمة جديدة، فدي ما كانتش منطقية شوية. المفروض إن الbusiness logic أو الbusiness model بتاع المشروع بيقول إن احجز، خلاص حجزت عند حد، خلاص يبقى حجزت عنده، وتذهب للطلبات بتاعتك بقى خلاص في الbottom nav bar. ما كانش منفّذ لي لا الsearch ولا الطلبات ولا الprofile بتاعي، كان مش منفّذ اللي هو إنك تطلب خدمة كpost مثلًا، عنده بعض الأخطاء كده. آمم
يعني ممكن أدخل أطلب خدمة دي يعملها هو، يعملها كويس جدًا صراحةً، مثلًا السباكة، الكهربا، أيًا كان، وبتكتب المشكلة، ومنها بتعمل في بعض اللي هو الاقتراحات كده السريعة لو عندك مشكلة. كل ده هو اللي عامله صراحةً، بس في حاجات كده ضبّطتها ما كانش هو عاملها كويس، وبعد كده عملت إضافة للصور بشكل أوتوماتيك كده، وبعد كده المنزل أو العمل أو كده، العنوان اللي أنت هييجي لك فيه مزوّد الخدمة، وفي الآخر خالص باختار الميعاد إمتى وأعمل إرسال الطلب، بييجي لي بيظهر لي بالشكل ده. بعد كده نبحث عن أفضل الفنيين، هو برضه اللي عامل كل الكلام ده، صراحةً ممتاز جدًا، عامل نتايج ممتازة. أنت بس يعني مثلًا في أسهم كده بيبقى بايظة مش عارف إيه، محتاجة طبعًا إن يشتغل على الكلام ده، بيكون مبرمج Flutter إن هو يقدر إنه ياخد المشروع ده ويبني عليه يعني. صراحةً المشروع حلو، حلو جدًا ومعمول بطريقة ذكية كويسة إلى حد كبير، تقدر إنك تعتمد عليه، بس بعد التعديلات صراحةً مش إنك أنت تاخده على طول وتشتغل فيه back end. النتيجة كويسة، يعني مرضية إلى حد كبير، يا رب أكون شُفت كل حاجة فيه، لإن في بعض التعديلات أنا عدّلتها، ده تقدر تدخل على مزوّد خدمة بعينه وتحجز عنده يعني. وبس كده، يعني دي كانت نتيجة rocket.new، ودي فكرة إنّك أنت بدل ما تكون هتبدأ في مشروع جديد ممكن ما يكونش بعد أوقات معاك UI UX، تروح عامل مثلًا الموضوع ده مع موقع زي rocket.new for free، بيدّيك credits تمشّي لك حالك في البداية. وبعد كده تبدأ إنّك تبني عليها، يعني بيسهّل عليك في الأول إنّك أنت بدل ما تقعد تعمل coding design أو إنّك أنت تروح تعمل Figma design أو كده، بيسهّل عليك الموضوع أشبه شوية بstitch لو تعرفوه، ولكن coding على طول. الفكرة بس إن هو ما كانش كاتب لي الcoding clean architecture، هو كاتب لي بطريقة الfeature based تقريبًا، مش فاكر والله. يعني هو لحد كبير الطريقة كويسة، مش وحشة، ولكن محتاجة بعض التضبيطات كده يعني وتتحسّن صراحةً. ودي كانت النتيجة صراحةً اللي كانت طلعت من rocket.new بعد التعديل وتغيير الألوان وبعض التحسينات، وبس كده. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.